السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي ندير التقليه ديال الكبادي ديال الدجاج والقنيصات. عندي هنا واحد الكميه ديال القناصي والكبادي على حسب عدد الافراد. في الاول خصنا ضروري نغسلوها. غادي نغسلها، غندير لها شويه ديال الملحه باش تحيد منها داك الزفوريه ديالها، وغادي نعصر عليها الليمون. واللي عنده الخل يستعمل الخل، حتى الخل حتى هو معقم. غادي نخلط العناصر ديالي وغادي نخليهم مرقدين واحد 4 ساعات تقريبا هكا في هذا الماء ديالها وهذا الحامض. غادي نخليهم من بعد ما غسلتهم مزيان درتهم يقطروا. غادي ندوز دابا نقطعهم طريفات. القلب كنفلحوه على هكا، كنخلي هكا على هذا الشكل هذا. غادي نستمر بنفس الطريقه. عندي هنايا 3 الفصوص ديال الثومه، وعندي هنا القزبر والمعدنوس. غادي نقطعهم. نحط عليهم الثومه. غادي ندوز للعطريه. غادي ندير التحميره، واحد 2 معالق ديال التحميره صغار. غادي ندوز الكمون، ضروري الكمون. شويه تاع راس المعلقه تاع الابزار، ماشي بزاف غير شويه، وحتى سكينجبير غير شويه ماشي بزاف. الملحه غادي ندير غير شويه، ما غنديرش بزاف لحقاش غسلتها بالملحه، نخاف تجيني مالحه، ما غاديش نكثر من الملح. غادي نعصر عليهم واحد نصف ليمونه، وغادي نزيد عليهم واحد نصف ملعقه ديال القزبر يابس. وعندي هنايا زيت الزيتون مخلطه مع زيت المائده. غادي نشرم الجميع على هذا الشكل. غادي نشرمو نخليه واحد 2 دقائق هكاك تشرب هاد العطريه هذه تشرب. عندي هنايا طنجره غادي ندير فيها واحد البصيله، غادي نقطعها مربعات. وعندي هنايا زيت الزيتون، مغرفه ديال زيت الزيتون مخلطه مع زيت المائده. درت هنا 2 مغرفات. وعندي هنايا مطيشه حتى غادي نحكها بلاتي شويه. درت البصله ديالي تشحر شي شويه، تطلق داك البصيله. غادي نزيد عليهم العناصر ديالي. غادي نزيد عليهم شويه د الماء اللي الوقت اللي طيب ليا فيه الكبده القناصي والكبادي. وغادي نزيد عليه مطيشه محكوكه، واللي عنده طماطم مركزه يدير طماطم مركزه. صافي، وغادي نخلي الجميع يطيب.
صافي التقليه ديالي ها هي وجدات. كتجي المريقه ديالها خاطره مقليه. التقليه ديالها هي وجدات، كتجي بنينه، كتجي غزاله وصحيه والكبادي والقناصير راهم متوفرين في كل بيت. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتنال اعجابكم. ونهاركم مبروك. بصحتكم.